يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد الفوز على فريق ساجراد الأنجولي بهدف نظيف في الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، ليواصل نادي الزمالك تصدره منفردا بترتيب المجموعة وتحقيق العلامة الكاملة. وسيلتقي نادي الزمالك في المباراة القادمة مع المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري العام المصري يوم الخميس القادم 14 ديسمبر في 7 مساء بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت السعودية وقطر، على استاد برج العرب، وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت. ويحتل نادي الزمالك المركز العاشر في جدول ترتيب المسابقة برصيد 11 نقطة بعد خوضه 7 مباريات، بينما يتواجد المصري البورسعيدي في المركز التاسع برصيد 12 نقطة. ويتبقى لنادي الزمالك مباراة مؤجلة مع الاتحاد السكندري من الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري. ويختتم نادي الزمالك مباريات شهر ديسمبر بمواجهة فريق ساجراد الأنجولي في الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية يوم الأربعاء 20 ديسمبر، وستقام المباراة في أنغولا. وأعلن معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك عن مشاركة محمود الونش يوم الاثنين القادم في تدريبات الفريق، وسيتم تجهيزه تدريجيا عن طريق المباريات الودية للعودة للمشاركة مع الفريق. ويسعى نادي الزمالك للفوز في المباراة القادمة لمواصلة سلسلة الانتصارات التي يحققها الفريق والتقدم نحو صدارة ترتيب جدول الدوري المصري في مشوار الفريق في المنافسة على اللقب.